أشهر 10 شائعات في المجال الطبي، وأنا متأكد أنك أنت مؤمن ببعض هذه الشائعات. الأولى: شرب الماء مع الأكل يسبب سمنة ويطلع لك كرش، وهذا غير صحيح بتاتا. الماء لا يتحول إلى دهون، بالعكس الماء مع الأكل يفيدك أنه يحسسك بالشبع أفضل، بنفس الوقت ممتاز جدا في عمليات الهضم. الشائعة الثانية: شرب الحليب مع التونة راح يسبب لك برص، وهذا ما له أي علاقة طبيا، ويا كثر ما شربنا حليب ولا مشتقات الحليب وأكلنا معها تونة ولا جانا شيء الحمد لله. الشائعة الثالثة وهبلت بنا كثير وإحنا صغار: عد النجوم راح يسبب لك ثلول بيدك، وهذا غير صحيح. الثلول عبارة عن إصابة فيروسية ما لها أي علاقة بعد النجوم. الشائعة الرابعة أن الحميات القاسية هي أسرع وسيلة لنزول الوزن، وهذا غير صحيح، بل على العكس تماما. الرجيم القاسي راح يدخل جسمك في مرحلة الصيام الطويل، فيبدأ جسمك يحافظ على السعرات الحرارية ويبطئ عمليات الأيض، فيصعب عليك نزول الوزن. وحتى لو كان في نزول بسيط بالوزن فهذا خسارة سوائل وخسارة كتلة عضلية، ورجوع وزنك راح يكون أسرع بكثير إذا تركت هذه الحمية. لذلك في حميات ما تكون قاسية وبنفس الوقت تحسن من نزول الوزن عندك. الخامسة: تناول البيض يوميا راح يرفع لك الكوليسترول ويدخلك بمرض ارتفاع الكوليسترول، والبيض بريء تماما من هذا الموضوع. لو تناولت يوميا بيضتين إلى 3 بيضات راح تستفيد فوائد البيض، وبإذن الله تعالى ما راح ترفع لك الكوليسترول، لأن ارتفاع الكوليسترول له عوامل مرضية كثيرة جدا، وقد يكون عائلي، وحتى الشخص النحيف تراه قد يصاب بارتفاع الكوليسترول، لذلك تأكد من طبيبك. الشائعة السادسة أنه كل ما جاك التهاب اللوز رح خذ مضاد، تراك تسرع عملية التشافي، وهذا غير صحيح. كثير من حالات احتقان الأنف والتهاب اللوز تكون بسبب فيروسات. أخذت مضاد ولا ما أخذت مضاد هي نفس المدة، يعني مو كل ما جاك التهاب لوز تحتاج تأخذ مضاد حيوي. في دوافع لأخذ المضاد الحيوي إذا كان التهاب بكتيري وليس التهاب فيروسي، لذلك شاور طبيبك. الشائعة السابعة: استخدام الماء مع الليمون راح يحرق الدهون عندك. الماء مع الليمون شيء مفيد، والليمون منعش ويعطي الجسم طاقة، لكن ما له أي علاقة في موضوع إحراق الدهون. الشائعة الثامنة: استخدام الميكروويف في تسخين الأكل راح يسبب لك سرطان، وهذا غير صحيح. الميكروويف هو أحد طرق تسخين الأكل، وحتى الآن لم يثبت طبيا أنه راح يسبب لك سرطانات، شفانا الله وإياكم منها. الشائعة التاسعة، وللأسف انحرموا كثير من البنات من تمارين المقاومة بسبب هذه الشائعة: أن البنت إذا تمرنت حديد وتمارين مقاومة راح تعضل تصير زي الرجال، وهذا غير صحيح، لأنه معدل هرمون الذكورة لدى المرأة ما هو عالي، فما راح يبني لها هذا العضل بتاتا. بل تمارين المقاومة مفيدة جدا للإناث، لأنها بإذن الله تعالى راح تحسن من عمليات الأيض فتساعدها على حرق الدهون، بل إضافة أنها راح تحسن العظام، فبإذن الله تعالى تمنع هشاشة العظام وتمنع خشونة المفاصل. فتمارين المقاومة مفيدة جدا للإناث ولا راح تضرها بتاتا بإذن الله تعالى. الشائعة العاشرة وهي أن شرب الشاي الأخضر راح يسبب لك خمول بالغدة الدرقية، ومرضى خمول الغدة الدرقية المفروض ما يشربون شاي أخضر، وهذا غير صحيح. الشاي الأخضر مفيد جدا ولا يتعارض مع هرمون الغدة الدرقية، ولا يسبب أي مشاكل لمن عنده خمول بالغدة الدرقية، وبريء تماما براءة الذئب من دم يوسف. وقدامكم العافية، وما تشوفون شر إن شاء الله تعالى.